اهلا بيكم في حلقه جديده من كانفاش ماسترنج اكاديمي لتعليم الفيلم ميكنج. في الحلقه دي مع بعض هنبص على دولي 2 ونشوف ازاي بتشتغل. دولي 2 هو اداه للذكاء الاصطناعي اللي ممكن يخترع اي صوره في الوجود عن طريق انت تكتب له بعض الكلمات. في ناس قالت ان دولي 2 ده ممكن يشيل شغلانه الجرافيك ديزاينرز من الوجود لانه ممكن يخترع اي حاجه. فتعالوا نشوف اذا كان الكلام ده صح. هي دي الصفحه الرئيسيه لدولي 2. هتعمل لوج ان او هتعمل ساين اب وبعد كده هتروح للاكونت بتاعك وهتلاحظ ان انت عندك حوالي 15 كريدت. 15 كريدت دول يعني انت ممكن تعمل 15 اديت، بعد كده لازم تشتري كريدتس ثانيه. لو نزلت شويه هتلاقي امثله كتيره من جمل اتكتبت قبل كده واخترعت صور. فمثلا في واحده بتقول 3D render، حاجه تانية بتقول an armchair in the shape of an avocado، حاجه ثالثه بتقول an expressive oil painting يعني رسمه بالزيت. فكل التيرمز ديت، كل الجمل ديت انا محتاج ان انا اكتب كلمات منها المهمه اللي انا ممكن استخدمها في حاجه تبعي انا. فمثلا هبدا ادور والاقي ان مثلا حاجه مكتوب فيها oil painting، تمام، ممكن حاجه تانية مكتوب فيها style of vapor wave، فافهم من كده ان انا لو عايز اعمل صوره زي كده اكتب فيها style of vapor wave. بعد كده في كلمات كتيره زي futuristic neon، فان جوخ ستايل، حاجه كان فان جوخ هو اللي رسمها. كارتون، لو عايز تعمل كرتون تكتب كل الكلمات دي، تكتب كل الحاجات دي مهمه جدا عشان خاطر بعد كده تستخدمها في جمل تبعك انت. يلا بينا نجرب حاجه. انا هكتب 3D render يعني انا عايز شكلها يبقى 3D، وهكتب hand fingers in the shape of carrot يعني صوابع او صوابع الايد على شكل جزر. بعد كده استنى شويه قبل ما يعمل لودنج وقبل ما يطلع لي الصور. هيطلع لك 4 صور. انا شايف بصراحه ان ده مش احسن حاجه، ساعات دولي بيعمل حاجات احسن من كده، ولكن ده اكزامبل كويس. انا عايز برضو اجرب الفيوتشرستيك نيون ده لان ممكن يبقى شكله حلو على فكره. فانا كتبت فيوتشرستيك نيون ستايل اوف كور عين موجوده على ترابيزه، ودي الحاجات اللي طلعت لي. اعتقد ان ده عامه كواليتي كويسه جدا، ممكن استخدمه في ديزاين مثلا على انستجرام او حاجه. بس الفكره ان انا بصراحه نفسي اكتب حاجه طويله، فانا هكتب مشهد واسع لرائد فضاء بيسكرول ثرو انستجرام، بيقلب على انستجرام وهو في مركبه فضاء مصريه على مركبه الفضاء العالميه وهو بياكل حمام محشي، وفي الخلفيه في تلفزيون معروض عليه الرئيس المصري. ودي النتيجه اللي طلعت لي. عامه في اول صوره دي اصلا موجوده جوه الموبايل مش العكس، المفروض ان هو بيألف الموبايل. الصوره الثانيه دي هو فعلا ماسك حمام محشي، هو الشخص اصلا شكله مصري جدا، مع ان انا ما كتبتش ان هو مصري، انا كتبت بس ان هو في مركبه فضاء مصريه. بعد كده في الصوره الثانيه دي اعتقد ان دي عامه نتيجه كويسه جدا. بس لو لاحظت هو اصلا ما جابش الرئيس المصري، واعتقد ان فعلا هو ما بيجيبش شخصيات عامه عشان خاطر تقريبا شال الحوار ده. بعد كده جربت حاجات كتيره منها مثلا بورتري لبنت شعرها عامل زي المكرونه سباجيتي. برضو جربت اكتب صوره متطوره لابو الهول وهو لابس لبس كريسماس وبيهاجم الناس في شوارع القاهره. من احسن الحاجات اللي كتبتها برضو ان في اكتشفوا هرم جديد جنب ماونتن ايفرست وفي ناس بتتفرج على اللي بيحصل، وده اللي طلع لي بصراحه من احسن الحاجات اللي عملتها. بعد كده في اوبشن تاني انت ممكن تدوس على سربرايز مي يعني فاجئني، وهو بقى هيبدا يطلع لك جمل من نفسه وانت ممكن تجرب اي واحده من الجمل دول. في حاجه بتقول a stern looking owl dressed as a librarian, a stained glass window depicting hamburger and french fries. طبعا ممكن تفضل تدوس وهو يديك امثله كتيره. بعد كده على فكره انت ممكن تبدا تلعب بالصور اللي عندك انت، فممكن تدوس ابلود ايمج. وبعد كده انا اخترت الصوره ديت عشان فيها تفاصيل كتيره، وشايف ان هنا ممكن العب بيها واعمل بيها حاجات كتيره. طبعا الصوره دي مش انا اللي مصورها، في فوتوغرافر مصورها. هتدوس اوبن وبعد كده ممكن تعمل لها كروب. انا هتاكد ان الماونتن الجبل موجود بحيث ان انا ممكن بعد كده العب عليه. هدوس كروب وبعد كده ممكن اديت ايمج وممكن اجنريت فاريشنز. هدوس جنريت فاريشنز في الاول. جنريت فاريشنز يعني هيديلك امثله كتيره او هيقعد يلعب في الصوره هو مع نفسه. بصراحه انا مش بعجب بالاوبشن ده لان ساعات كتيره بيبقى فيها غلطات كتيره والفاريشنز اللي بتعملها بتكونش واقعيه اصلا. زي ما انتم شايفين هو بيغير مثلا مكان السحابه ومكان البنت نايمه وحاجات كتيره زي كده. بس انا هفتح الاوريجينال تاني وبعد كده اروح وادوس على اديت. هتلاحظ ان راح في مكان تاني وبقى دلوقتي معاك براش. البراش دي ممكن تمسح بيها حتت من الصوره بتاعتك، وبعد ما تمسح حتت من الصوره بتاعتك ممكن تروح للخانه اللي فوق دي وتكتب فيها اي حاجه، واللي هتكتبه هيملى بيه الحته اللي انت مسحتها. بس بعد كده انا هروح لتحت على الشمال وادوس اندو او ادوس كنترول زي علشان ارجع اللي انا مسحته. بعد كده ممكن تدوس على الخانه ديت اللي اسمها add generation frame. هتلاقي فيه مربع كده فيه فريم طلع لك. الفريم ده ممكن تبدا تحركه وتحطه في اي حته. لو انا مثلا حطيته هنا وبعد كده جبت البراش او الاريزر ومسحت حته من الصوره، ايا كان اللي هكتبه في الخانه اللي فوق هيتملي بيه الحته اللي في المربع واللي انا مسحتها من الصوره. تعالوا نجرب مع بعض. انا هحط الفريم ده هنا بالظبط كده وبعد كده هطلع فوق وهكتب خلفيه واقعيه فيها جبال طويله جدا ومن ورا الجبال دي بنشوف اشعه الشمس، وهدوس جنريت. بعد كده هستنى شويه وهلاقي طلع لي اول اكزامبل. لو لاحظت هتلاقي ان تحت هنا كده في اكزامبلز كتيره، فانا ممكن اقلب كده لمين شويه والاقي كل الحاجات اللي هو طلعها لي. انا عامه شايف ان تاني واحده هي احسن واحده لان فيها اشعه الشمس اللي انا كنت عايزها بالظبط. هدوس على اكسبت وكده انا عملت لها اكسبت. لكن لو لاحظت هتلاقي ان في عيوب فوق، فانا همسك الاريزر وهمسح العيوب الموجوده فوق دي لان تحسها كده شويه ورق مش واقعيه، وبرده في حته كده مكلكعه مش مفهومه، فانا همسحها برده.
فانا همسك الجنريشن فريم تاني واطلعه فوق شويه واكتب حاجه تانية. انا هكتب ايه بقى؟ هكتب الانفصال ما بين السماء الزرقاء والفضاء الاسود وهو موجود فيه نجوم وكواكب، وادوس جنريت وده اللي طلعه لي. عامه دي انا شايفها كويسه جدا. لو قلبت كده ممكن الاقي اكزامبلز ثانيه، دي برضو حلوه قوي على فكره، دي كويسه برضو. فانا ممكن اختار اي واحده. انا شايف ان دي عامه كويسه جدا لان فيها النجوم وفيها كواكب في نفس الوقت. بس وده كده احد الامثله اللي انت ممكن تلعب فيها بالصوره بتاعتك. ممكن تقعد تكمل وهتبدا تبني صوره كبيره جدا. عامه انا مثلا مره قبل كده استخدمت الصوره بتاعت كريستيانو رونالدو وميسي اللي هي في لوي فيتون، وقعدت اكبر فيها من خيالي لحد ما اخترعت صوره مش موجوده في الحقيقه اصلا، صوره كبيره جدا. حاجه ثانيه مهمه جدا عايزكم كلكم تعرفوها ان في حاجه اسمها دولي 2 برومبت بوك. ده عباره عن كتاب او PDF كده فيه نصائح كتيره جدا ازاي تشتغل على دولي، واحد الكلمات اللي انت ممكن تكتبها يعني مثلا هنا في اللوكس اللي هو الاشكال، فممكن تكتب فيبر ويف، تكتب بوست اكلوبتيك، تكتب حاجه فانتزي مثلا، تكتب حاجه سايبرنتيك، تكتب حاجه ساي فاي اكنها ساينس فيكشن. ممكن برضه تحدد الكاميرا انجل، ممكن تكتب ان هي مثلا عايزها كلوز اب او عايزها حاجه وايد جدا او عايزها ميديوم شوت. ممكن برضه تحدد الكاميرا سيتنجز، يعني مثلا ممكن تكتب مثلا انت عايز حاجه فيها لو شاتر سبيد، او مثلا عايز حاجه الايزو فيها عالي او فيها مثلا نويز كتير. لو انت ما تعرفش ايه هو الايزو ده انا عملت عنه حلقه قبل كده ممكن تتفرج عليها. ممكن برضه تكتب لو انت عايز الصوره دي تكون جايه من نوع كاميرا معين، يعني مثلا ممكن تكتب مثلا انت عايزها من كاميرا فون اكن مثلا من كاميرا سيلفي مثلا القديمه. ممكن تكتب انت مثلا عايزها ابيض واسود. ممكن تكتب حاجات كتيره جدا، ودولي بيفهم كل ده لان هو ذكاء اصطناعي عالي جدا. وفي الاخر دولي بيديك نصايح معينه لما تيجي تكتب البرومبت بتاعك. البرومبت ده اللي هو الجمله اللي احنا بنكتبها، بيقول لك ان انت اخرك تكتب 400 حرف. وهنا بيديك بعض الامثله من البرومبتس اللي انت ممكن تكتبها اللي فعلا بتبقى افكتيف جدا واللي اثبتت قبل كده ان هي افكتيف. فزي ما انتم شايفين في بعض الحاجات اللي طلعناها من دولي 2 اللي فعلا ممكن تكون كويسه جدا، وبالذات لو عملنا عليها بعض الايديتس ممكن تكون فعلا حلو جدا ان احنا نستخدمها في جرافيك ديزاين، او ممكن كمان هي تكون جرافيك ديزاين بنفسها. بس هل ده معناه ان هو فعلا ممكن يشيل شغلانه الجرافيك ديزاينرز من الوجود؟ الحقيقه انا ما اقدرش اكد حاجه زي كده، لكن رايي الشخصي ان فعلا ممكن حاجه زي كده تحصل. لان لو الذكاء الاصطناعي دلوقتي ممكن يعمل حاجات بالشكل ده وبالجرافيك ديزاين ده وبالكومبلكسيتي ديت، اكيد في المستقبل هيعمل حاجات احسن واحسن، وبعد كده مش هيكون في سبب لاي شركه ان هي تعين جرافيك ديزاينر يعمل لها اي حاجه، لان ممكن بكل بساطه يكتبوا بعض الحاجات ويطلعوا اي جرافيك ديزاين في دماغهم في ثانيه واحده بس. لكن بصراحه اللي انا اقدر اتوقعه ان شغلانه الجرافيك ديزاينر مش تختفي كده وخلاص، لا هي ممكن تتغير بحيث ان الجرافيك ديزاينر نفسه هو اللي بيستخدم الاي اي عن طريق انه يعمل الديزاينز بتاعته، وساعتها الجرافيك ديزاينرز ممكن يعملوا ديزاينز اكتر بكتير جدا ويكون ليهم هم اكسبرتيز، يكون هم متخصصين في استخدام الذكاء الاصطناعي، مش اي حد كده يطلع ويستخدم الذكاء الاصطناعي ويطلع ديزاينز فعلا كويسه جدا وكرييتيف جدا وجديده جدا في نفس الوقت وبتأدي الغرض بتاع الشركه اللي هو شغال فيها او ايا كان المكان اللي شغال فيه. لو عجبتك الحلقه دي وعايز تتفرج على حلقات ثانيه من ازاي تعمل مونتاج على بريمير برو، افتر افكتس، ازاي تبقى كويس في بابليك سبيكينج، ازاي تعمل كونتنت كريشن، تخترع سكريبتس، تشتغل على يوتيوب، تشتغل على انستجرام، تابع الشانل بتاعتي لان انا بوفر فيها كل الحاجات ديت، من ازاي تتعلم المونتاج والاديتنج، ازاي تتعلم التصوير، ازاي تتعلم الكلام، ازاي تتعلم الكتابه. تابعني واعمل لي سبسكرايب واتفرج على الفيديوهات اللي انا عملتها، واشوفكم في الحلقه الجايه.